بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ كل ألف سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وهل رمضان وروايح رمضان وخبيز رمضان. انتوا عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ كل ألف سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى احنا هنعمل الفيديو بتاعنا، هنعمل العيش الشامي او الكوماج زي ما في بعض البلاد بيسموه. يا ريت وانتوا بتعملوا الكومنتات بتاعتكم، وانتوا بتكتبوا لي الكومنتات تقولوا لي بتسموه ايه في بلدكم. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا يا جماعة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كده، اللي مشتركش في القناة وأول مرة يشوف قناتي، لو استفاد حاجة وتعلم حاجة من قناتي، قناة مطبخ حنان الفلاحي، يكتب لي في كومنتات ويشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد. وما تنسوش اللايك يا جماعة علشان الفيديو يتشاف أكتر ويترفع. احنا النهاردة هنعمل العيش الشامي. انا عملته، فاكرين يا جماعة الشرش اللي نزل من الجبنة اللي احنا عملناها؟ احنا هنعجنه بشرش الجبنة، هنعمله بشرش الجبنة. انا دي اول مرة اعمله بشرش الجبنة. بصوا العيش عامل ازاي، بصوا العيش وجماله. العيش الشامي اللي احنا بنشتري الرغيف بجنيه ونص وباتنين جنيه. طب ليه ما احنا نعمله في بيتنا واوفر وانضف، وهتعملي احلى كميه من كيلو واحد، هتعملي احلى كميه بدل ما تشتريه ب2 جنيه. شوف العيش عامل ازاي، وارد، بسم الله ما شاء الله، طالع من الفرن كده بيضحك بيزغرط. اللهم صل على النبي. بجد يعني ما شاء الله، يعني كان جميل جدا وطري وكان في منتهى الجمال. انا اول مره اعمله جماعه بالشرش بتاع الجبنه. انا كنت دايما اعجنه بلبن. انا هنا بقى كنت عامله صينيه بطاطس، كنت سلقاها وحط لها بقى زبده ومعاها بيض، وكنت مدخلاها الفرن جنب العيش. بصوا العيش وجماله، بسم الله ما شاء الله. اهو شرش الجبنه اهو يا جماعه، بصوا ده اللي نزل من الجبن، ده اللي نزل من الجبن. تمام. انا اول مره اعجن العيش ده بشرش الجبنه، وعندي خميره بيره اهيت. دول حوالي 4 كيلو دقيق، حوالي 4 كيلو دقيق. حطيت لهم معلقه كبيره ملح. ولو هتعملي بقى كيلو واحد يبقى وعايزه تعملي خميره بيره مفيش مشاكل، بس انت هتحط حته خميره صغيره عندي. دولت 4 كيلو. لان انا بحب لما بعجن عيش، انتوا عارفين ان انا بعمل كميه كبيره، ما بعرفش اعجن كيلو لان انا بحطه في الفريزر بنسحب منه، فمش كل يوم هخبز. فبسم الله ما شاء الله، دولت يا حبايب قلبي 4 كيلو. بصوا خدوا الشرش الجبنه ده كله، خدوه كله، خدوه كله، بسم الله ما شاء الله. انا بجيب الخميره البيره، بجيب القالب، بقطعه حتت كده وبشيله في الفريزر. كل ما عاوز اطلع الحته الفجر وانا قايمه اصلي واعجن بيها. لو عايزه تعجني بقى بخميره فوريه، وللناس اللي ما بتحبش البيره وبتحب تعجن بالخميره الفوريه، لو هتعجني كيلو حط نص معلقه صغيره خميره، نص معلقه. ليه بقى؟ الجو بدأ يدفي، وانتوا عارفين الخميره الفوريه يعني ايه، بتنفش العجين بسرعه وصعب تسيطر عليه. انا هنا بقى خدت العجين ونزلت على الارض علشان اقدر اسيطر عليه، وبسم الله ما شاء الله خلصت اهوت وقمت مغطياه. اللهم صل على النبي. على ما انا بقى روقت مطبخي وخلصت، كان بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. شوفوا الجمال، اللهم صل على النبي. كان خمر وشبع. اهم حاجة ان انت تخمري العجين، ما تستعجليش عليه، سيبيه لحد ما يشبع علشان تاخدي نتيجة تعجبك، وتلاقي العيش بقى شغال في الفرن كده زي اللي انتوا شفتوه كده كده بيدقلك كده علب. احنا عندنا هنا في الفلاحين بنقول على العيش لما بيبقى في الفرن كده ويقب نقول عليه علب. هنا بقى حبايب قلبي، انا كنت بقى خلصت اللي ورايا واتفرغت بقى للعيش وحاطه البطاطس على النار. تعملي بقى الحجم اللي انت عايزاه، يعني انا بحبه كده قد السفندية كده. تعملي بقى اصغر، تعملي اكبر، براحتك بقى خالص. المهم ان انت تسيبي العيش لحد ما لحد ما يخمر. وبعد كده بقى هنقطع اهوت. ترش بقى رشة دقيق كده. انا جبت بقى جبت الصينية على طول علشان ما ينفعش بقى علشان يعني اقطع على الرخامة، لان انا كنت هفرد عليها، فانا عايزاها بقى نضيف عشان هبطط عليها دلوقتي. هي بصراحة انا اول مرة بطط عيش يا جماعة على رخامة المطبخ. سريعة جدا عن الطبلية.
يعني بتخلي العيش يجري كده وبسم الله ما شاء الله اسرع من الطبليه. انتوا عارفين ان انا بحط الطبليه بقى عند الفرن الفلاحي بره في الجنينه وبقعد اشتغل عليها، بس انا بططته هنا كله، وقمت بقى ايه ركناه لحد ما نص ساعه كده، وقمت بقى ايه طلعت بقى ايه اخبز فيه بقى. خلصت بقى الصينيه ديت، وقمت جايه بقى ايه مغطياها وركنها على جنب. انا كنت بقى في الوقت ده رحت اجيب كمان حاجة عشان اقطع عليها. جبت بقى الطبق ده طبق ورق كده، كان عليه حلويات، بس انا كنت ركناه نضيف يعني ما عليهوش حاجة. رشت له دقيق، وبقى عند الصينيتين دول اهم بسم الله ما شاء الله. سبتهم بقى ايه الأربعة كيلو بسم الله ما شاء الله، عملوا الكمية اللي انتوا شفتوها دي يا جماعة. اللهم صل على النبي اللهم بارك، كمية عيش محترمة. فانا جبت بقى رشة الدقيق، وجبت النشابة بتاعتي. مش عارفة بقى انتوا بتسموا عندكم البتاعة دي ايه، الجراية ولا بتسموها؟ احنا بنقول النشاب. ف وابتديت بقى ايه اشتغل. جبت بقى الايه اللي انا عاملاه الاول، جبت اللي انا مقطعاه الاول، وقمت جايه بقى ايه شغالة وانا واقفة. والله يا جماعة بططتهم وانا واقفة. ليه؟ بقيت مستحليه الشغل على الرخامه، لقيتها ايه العيش بيجري بسم الله ما شاء الله، وكمنه شبعان خمر وشبعان رفع. كان النشابة عمالة تجري فيه كده، وبسم الله ما شاء الله كان بجد يعني عايزة تعملي عيش وتنبسطي منه. سيبيه لحد ما يرفع. خمريه كويس، سيبيه يخمر وسيبيه يرفع. يقوم يفرد معاكي بقى ويجي معاكي على طول. تمام. عايزه اقول لكم بقى ان بجد يعني اكتشاف حكايه الشرش، العجين بالشرش دي انا اول مره اجربه. انا كنت دايما بعمل العيش الشامي ده بلبن. طبعا احنا عملنا بقى كده، هنقول المقادير تاني. دولت كانوا 4 كيلو حبايب قلب، حطيت عليهم كوبايه زيت والله، ولا حطيت سمنه ولا اي حاجه، وحطيت معلقه ملح كبيره. لو هتعملي كيلو بقى، لو هتعملي كيلو هتحطي ربع كوبايه زيت، وهتحطي نص معلقه خميره فوريه، ونص معلقه او ربع معلقه ملح كفايه. ربع معلقه ملح كفايه. تمام. انا هنا بقى ايه كنت ابتديت بقى، لكن انا بحب اعمل كميه كبيره زي ما انتوا عارفين. ما بقى يعني بحب انا ازود في العيش بالذات. انا هنا بقى حبايب قلبي كنت جبت بقى الصينيه، وابتديت بقى ايه فرشتها دقيق كده. دي الكبيره بقى، دي الصينيه الكبيره، عفرتها بقى دقيق، وحطيت دور وغطيت، وحطيت كمان دور. بقت الصينيه دي عليها ايه، عليها يجي 3 رقات عيش. وقمت واخده العيش بقى ايه وطالعه بره بقى في الجنين عند الفرن، وابتديت بقى ايه اشتغل. وبصراحه بقى ايه نزحت اول رغيفين بالمطرحه. لقيت المطرحه دي بقى، انا بحب اخبز على ايدي، ما بحبش انا خبز المطرحه ده في العيش الصغير ده بالذات، والقرص بتبقى في الصينيه. لكن عيش المكنه بعمله على المطرحه الطويل. فانا عملت اول شويه كده، هو ده بس اللي انا حطيته بالمطرحه. بعد كده بقيت احط بايدي، يعني هم دول بس اللي انا حطيتهم بالمطرحه. لقيت العيش الصغير، وانا كنت مصغراه المره دي. انا بحب اكبره عن كده، بس المره دي بقى هي جت القطعيه كده صغيره. فجي بقى ايه جه الحاج ناولني صينيه البطاطس ديت، وكنت انا معلقه عليها وسلقاها، وقال لي حطها في الفرن. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، وكل الف سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. شوفوا العيش وجماله بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. اللهم صل على النبي. انا حبيت بس ايه، او ابتديت بقى احط بايدي بقى. هنا بقى ابتديت احط بايدي. إيه ابتديت بقى احط بايدي، اشتغل بايدي، لان المطرحه كانت مضايقانا على الفاضي كده، والعيش صغير. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايب قلبي، وكل الف سنه وانتم طيبين مره تانية. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، قناه مطبخ حنان الفلاحي. لأول مرة يشوف قناتي يشترك في القناة، وما تنسوش اللايك ويفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ايه علب دي حنون، علب يا حنون. اللهم صل على النبي. ولازم يا جماعة تجربوا العيش ده. انا مش عارفة بقى انتوا بتسموه ايه عندكم، كل بلد ولها اسم، كل بلد ولها بتسمي حاجتها تبع يعني. ما اعرفش هو انتوا بتسموه ايه. في ناس بيقولوا عليكم ماج، احنا بنسميه هنا. وفي ناس بتتعامل معاه كأنه قرص. لا احنا بنتعامل معاه هنا على انه عيش. حتى لو معجون بلبن بنتعامل معاه على انه عيش.
بنقول عليه هنا عيش شامي، بنقول عليه هنا عندنا عيش شامي. وابتديت بقى ايه اشتغل بقى بايدي. كان ركنت بقى المطرحة وابتديت اشتغل بايدي. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا حبايب قلبي، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. وكل الف سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي مرة تانية.